اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الفهيم. لو انت ما تعرفش ايه هي الفيز الافتراضية وازاي بنشحن الفيز الافتراضية من داخل مصر بالجنيه المصري وبتسمع عندنا في الفيزا بالدولار، يبقى الفيديو ده ليك انت. انزل دلوقتي اشترك في القناة، فعل زر الجرس على الكل عشان خاطر يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي احنا بننزلها اول باول. وتعالى بينا نتكلم، وانصحك انك انت تجيب كمان المشروب بتاعك عشان خاطر الفيديو ده هيطول، لاني هلم لك فيه كل ما يخص الفيز الافتراضيه اللي انت محتاجها عشان تدفع بيها بالدولار الامريكي من بره مصر، وتربط الفيز كمان بمتجر جوجل بلاي المصري، وتربط الفيز كمان على باي بال لو انت بتستخدم باي بال. هتلاقي الفيديو ده ان شاء الله مرجع كامل ليك انت. فمن غير كلام كتير يلا بينا على التفاصيل. طالما حبيت انك انت تكمل الفيديو، فانصحك انك انت تلبس السماعة بتاعتك وتسمع الفيديو وتفهمه وتركز فيه، عشان خاطر الفيديو ده يا جماعة صدقني اقسم بالله هو مرجع كامل لكل شخص بيحتاج فيزا افتراضية من بره مصر يدفع بيها بالدولار وهو داخل مصر. كلنا عارفين ان اي فيز بنوك دلوقتي في مصر وقفت عن الدفع اللي بره مصر بالدولار. طيب، اخترعوا حاجة اسمها الفيز الافتراضية. انا عايز اقول لك في البدايه ان انا جربت اكتر من فيزا، جربت حوالي 7 او 8 فيز افتراضيه وشفتهم كلهم، والنهارده جايب لك الخلاصه بمعنى اصح في الفيز الافتراضيه. هما فيزتين اتنين فقط اللي طلعت بيهم من الفيز كلها عن تجربه اكتر من سنه او سنه وكام شهر في الفيز الافتراضيه. اول حاجه معانا هي فيزا ريدوت بي الافتراضيه، واللي بفضل الله اول واحد مصري يوتيوبر على اليوتيوب يتكلم في هذه الفيزا ويعمل عنها قائمة تشغيل كاملة كانت القناة عندي وكنت انا. الفيزا اللي رقم اتنين معانا هي فيزا موس والت الافتراضية، واللي ايضا بفضل الله اول واحد يتكلم فيها في مصر كان هو انا، والفيديوهات بتاعتي على القناة بالارقام وبالتواريخ تشهد على كلامي. الفيزتين دول بس اللي انت محتاجهم، وكمان هقول لك وهفهمك الفيزا ديت ليه والفيزا ديت ليه، وكل الاسئله اللي في بالك ان شاء الله هفهمها لك. وهتحتاج كمان تطبيق اسمه تطبيق باينانس باي. التطبيق ده هتحتاجه عشان خاطر التطبيق ده هو هيكون همزه الوصل بين الجنيه المصري وبين اليو اس دي تي او الدولار الرقمي اللي احنا بنحولوه عشان خاطر نسحب الدولار ده نحطه على الفيز. الفيز دي بتستلم دولار امريكي او يو اس دي تي. لازم احنا بقى يكون معانا باينانس، عشان هو منصة باينانس دي هي اللي هنشتري من خلالها الدولار وهندفع للتاجر من خلالها الجنيه المصري. هشرح لك كل حاجة بالتفصيل، ولكن قبل ما نتكلم كده ندخل على الشاشة بتاعت الموبايل وافهمك كل شيء، حابب اقول لك فيزا بيدوت باي وفيزا موس والت الفرق بينهم ايه سريعا. لو انت شغال ومستخدم على باي بال او اي موقع الكتروني، اي موقع عايز تدفع فيه فلوس، اي منصه بره، استخدم ريدوت باي بشكل اساسي. ولكن ريدوت باي مش بتتربط بمتجر جوجل بلاي او الاب ستور المصري. يبقى احنا كده عرفنا بتستلم من باي بال وتفعيل كلي. بتستلم من باي بال بتفعيل كلي، مفيش اي مشكله خالص، تقدر تربطها. طيب سعر الفيزا ايه بتاعت ريدوت باي؟ 10 دولار امريكي. ولما بتسجل من رابط الاحاله اللي هسيبه لك اسفل الفيديو بتحصل على 5 دولار مشتريات مع الفيزا عشان خاطر تشتري بيها، فبتقف عليك ب 5 دولار وبتكون ساريه لمده 3 سنين. الليميت بتاعها ايه؟ الليميت بتاعها مليون دولار يوميا، يعني يعتبر ليميت مفتوح. طب الحد الدفع المعاملة الواحدة ايه؟ 50,000 دولار، يعني برضو المعاملة بتاعتها مفتوحة. طب شغالة على انهي مواقع؟ شغالة على مواقع كتير جدا بنسبة 90%، بتتخطى 90%. بس متجر جوجل بلاي والاب ستور المصري مالكش دعوة بفيزا ريدوت باي. شغاله معاك، شغاله معاك في كل حاجه. انا مجربها ومن اوائل اللي جربتها في مصر، او من اوائل اللي جربوها في مصر. طيب ندخل بقى على فيزا موس والت. فيزا موس والت انا عن نفسي نزلتها مخصوص عشان خاطر بتتربط على متجر جوجل بلاي المصري، وبتتربط على متجر الاب ستور المصري بدون ما تغير الريجون ولا تعمل اي حاجه خالص. سعر الفيزا كام؟ 15 دولار.
سارية لمدة قد ايه؟ سارية لمدة 3 سنين. الليميت اليومي بتاعها 200,000 دولار يوميا، برضه مفتوحة. حد الاستخدام بتاعها في المعاملة الواحدة 2000 دولار. تمام. شغالة في متاجر بره؟ شغالة برضه في متاجر بره، وممكن تخلي معاك الاتنين، بحيث لو اشتغلت مثلا او جربت فيزا فيدوت باي ما ربطتش او ما اشتغلتش على موقع معين، ممكن تشوف موس والت وبتشتغل على الموقع ده، فالاتنين بيربطوا بعض. لو انت محتاج متجر جوجل بلاي المصري فقط، استخدم موس والت فقط. تمام. ايضا لما بتشتري الفيزا من رابط اللي هسيبك اسفل الفيديو، رابط الاحاله بتاعنا، هتكون واقفه عليك ب 10 دولار بدل 15، لانك انت هتاخد ايضا 5 دولار هديه مننا عشان خاطر انت استخدمت رابط الاحاله بتاعنا. طيب، الفيزتين معاك او اي فيزا منهم معاك وعايز تشحنها بالدولار الامريكي، اعمل ايه؟ هتنزل تطبيق او منصه باينانس، وهسيب لك ايضا رابط التسجيل المباشر في منصه باينانس. دلوقتي بقى هفهمك وهشرح لك بشكل عملي ازاي معانا بنفتح الحسابات، وازاي بنستلم او بنبعت الفلوس بالجنيه المصري على منصة باينانس وبنستلم مكانها دولار، وازاي بنسحب الدولار من باينانس نوديه على موس والت او فيدوت باي. كل التفاصيل دي ان شاء الله هفهمها لك في الفيديو ده عشان خاطر ما تتلخبطش، فركز معايا. طبعا اول حاجه معانا كده، بمجرد ما تنزل في اسفل الفيديو هتلاقي اول حاجه رابط التسجيل المباشر في منصه باينانس، ورابط التسجيل المباشر في فيزا فيدوت باي، ورابط التسجيل المباشر في فيزا موس والت. هتمشي كده بالدور. اول حاجه هنتكلم فيها هي منصه باينانس. لازم تكون عندك حساب في منصه باينانس، وجميع المنصات وجميع الفيز لازم يكون يعني اكتر من 21 سنه. باينانس بتستلم اكتر او بتفعل الحسابات اكتر من 21 سنه. فيزا فيدوت باي وفيزا موس والت ممكن من 18 سنه، بس لو انت اقل من سن 21 سنه لازم تخلي احد اصحابك او احد الاقارب عندك او والدك او كده يفتح لك منصه باينانس دي ويفعلها بالبطاقه الشخصيه بتاعته هو. زي ما انت شايف كده، هتلاقي اللي قدامك منك ده الصوره اول ما تضغط على الرابط على طول. هتدخل هنا الايميل بتاعك اللي هو الجيميل، او هتدخل هنا الفون نمبر، رقم تليفونك بالظبط كده، وتيجي عامل نيكست. بعد كده هيبعت لك رقم تليفونك ده، هيبعت لك عليه كود، او هيبعت لك على الجيميل بتاعك كود. هتاكتف الكود، هيقول لك خلاص تم تسجيل الحساب. طيب كده انت خلاص عملت حساب في منصة باينانس بكل سهولة زي ما بشرح لك كده بالظبط. طيب ايه بقى المطلوب؟ المطلوب انك انت تدخل على متجر جوجل بلاي، وهتكتب هنا في السيرش باينانس، هيطلع لك تطبيق اسمه باينانس بالشكل ده اهو. تمام. شوف التطبيق ده بالشكل ده، هتيجي عامل له تثبيت. بعد كده هتضغط على كلمة اوبن انك انت تفتح التطبيق. اول ما هيفتح معاك التطبيق مش هيفتح لك الواجهه دي على طول، هيفتح لك الاول هيقول لك دخل الايميل او رقم التليفون والباسورد. طبعا هيطلب منك باسورد في المرحله الاولانيه عشان خاطر تعمل تسجيل دخول. بقى ما تعملش بقى حاجه اسمها ايه تسجيل الاشتراك من اول وجديد، انت خلاص عملت الاشتراك واشتركت فيه من خلال الرابط بتاعي من اسفل الفيديو. طيب بعد كده هتدخل على التطبيق بالشكل ده. طبعا مش هيكون فيه فلوس ولا اي حاجه خالص. اول حاجه كده هتيجي داخل على الاسهم دي او الشكل الاصفر ده، وهتلاقي هنا بدل كلمه موثوق هتلاقي كلمه التحقق من الهويه او التحقق من الحساب. هتضغط عليه. بعد كده هترفق او هترفع صوره البطاقه الشخصيه وش وظهر، وهياخد منك صوره سيلفي ليك. في خلال 5 دقايق هيقول لك كلمه تم توثيق الحساب، وهيكتب لك كلمه موثق بالشكل ده. بمجرد ما وثقت الحساب بتاعك انت كده يا باشا خلاص بقى معاك تطبيق باينانس موثق، وتقدر تستخدمه بدون اي مشكلة. لو رجعت بقى للصفحة الاولانية تاني، احنا هنا عاوزين نعمل خطوة مهمة جدا، وهي ايه؟ وهي ان انا معايا فودافون كاش او اتصالات كاش او انستا باي، وعايز احط فلوس بالجنيه المصري، او بمعنى صح اشتري يو اس دي تي او دولار زي ما انتم شايفين كده في الحساب. اعمل ايه؟ هدخل على كلمة المزيد، وهتنزل تحت كده هتلاقي كلمة تداول، وهتلاقي هنا كلمة بي تو بي، يعني بيرسون تو بيرسون، من شخص لشخص. زي ما انتم شايفين هنا هتتأكد انك انت معاك الجنيه المصري اي جي بي. لو انت طبعا من بره مصر هتختار العملة بتاعت البلد بتاعتك العربية او اي من غير اي مشكلة يعني.
بعد كده هتختار هنا الدفع، هيقول لك هنا الدفع، هيطلع لك الدفع المحلي داخل الدوله اللي انت فيها. احنا هنا في مصر عندنا فودافون كاش وانستا باي واتصالات كاش وبنك مصر وتحويل مصرفي. هتختار بقى تشوف انت معاك ايه. على سبيل المثال انا معايا انستا باي ومعايا كمان فودافون كاش، او مثلا معايا اتصالات كاش. تمام، هعمل تاكيد. هنا هيجيب لك فلتره للاشخاص اللي بيبيعوا. طبعا انت هنا عندك شراء وبيع. تمام، انت هنا في حاله الشراء انت اللي عايز تشتري الجنيه المصري، انت اللي عاوز تشتري اسف الدولار الامريكي وتدفع بالجنيه المصري. هنا في البيع هتعمل العكس، انت لو معاك دولار عايز تبيعه وتستلم مكانه جنيه مصري. فاحنا هنا في البدايه خلينا في الشراء الاول لان ده اللي احنا عاوزينه. هتنزل تختار كده اي حد من دول وشايف الاسعار بتاعته، وهتلاقي هنا في حاجه اسمها الليميت. الليميت ده ان الراجل ده بيقول لك والله انا بدايتي ان انا عايز ابيع مبلغ كذا على طول. في ناس هنا بتبيع مثلا من 7000 ل 10000، هنا مثلا 5000. انت بقى بتشوف الليميت اللي انت عايز تشتريه، زي ما انت شايف كده بتركز على الليميت ده، وكمان بتركز على معدل الطلبات واجمالي الطلبات. بتختار واحد ذو ثقه يعني الاجمالي بتاعه يتخطى ال 95 او 100%، عنده طلبات كتير زي ما انتم شايفين كده. طيب انا دلوقتي مثلا على سبيل المثال يعني اخترت او شفت خلاص شخص من احد الاشخاص دول وعايز اتم معاه الشراء. هضغط على كلمه شراء. لمجرد ما هيضغط على كلمه شراء هيفتح لحضرتك قائمه زي دي كده. تمام، انت هنا بيقول لك والله المهله الزمنيه للدفع 15 دقيقه، وهنا اللي انت هتدفع عليه بقى. طبعا انا هنا طبعا مش هيبقى في عندك انت هنا حاجه، انت هتضغط هنا كده ايه، يقول لك ايه، هيقول لك حدد طريقه الدفع. هنا بدل كلمه انستا باي دي هتختار كده، وهنا عامل انستا باي وتحويل مصرفي، وهتلاقي كمان اتصالات كاش لو هو بيقبل اتصالات كاش. طيب انت هنا هتلاقي اضافه طرق دفع. انت في الاول مختار فودافون كاش، فهتلاقي هنا فودافون كاش هتيجي مدخل رقم الفودافون كاش بتاعك. هتلاقي انستا باي هتدخل رقم التليفون المرتبط بالبنك داخل انستا باي. تمام، عشان خاطر تربط حسابك. معاك اتصالات كاش هتعمل نفس الكلام وتدخل اتصالات كاش. دي كده رقم واحد. طيب بعد كده انت هنا بتحدد، بتقول له والله انا عايز فلوس. طب الراجل ده بيقول لك يا سيدي ان انا معايا من 2000 ل 45000، من 20000 ل 45000 جنيه. طبعا انت لو عاوز 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا اي رقم، انت بتشوف بقى الليميت اللي انت عايزه قد ايه. انا بس بشرح لك. طيب انا هنا لو قلت كده قال لك خلاص تمام. طيب لو لاحظنا هنا كده واحنا بنكتب الليميت، لو لقينا كده الليميت الاقل من الحد الادنى، بتلاقي هنا كلمه ادخل قيمه اعلى من كذا. تمام، فلازم أن يكون ايه القيمه بتاعتك اعلى. تمام، هنا المتلقي او المنصه بتقول لك سوف تتلقى 384 دولار. في مبدأ مهم، وانت بتشتري الدولار زي حالة الشراء، انت اللي بتحول الفلوس الاول على رقم الموبايل او رقم الكاش اللي الشخص ده هيبعته لك. في حالة العكس لو انت اللي بتبيع فالشخص هو اللي بيبعت لك الفلوس الاول. طيب ايه الضامن؟ الضامن منصة باينانس. ما تقلقش، مش ما فيش في الموضوع نصب، ونسبة النصب 0%. ليه؟ لان المنصة بكل بساطة هي الضامن ليك. لو انت حولت الفلوس والشخص ده ما حولكش او ما حررلكش العملة، بكل بساطة بتعمل بلاغ وبتقدم ما يثبت انك انت حولت له الفلوس، وبيتم اغلاق حساب الشخص ده نهائيا، والشركه بتبعت لك الفلوس على حسابك بدون اي مشكله. لازما بقى تقرا الشروط كويس اللي كل تاجر من دول بيحطها. هنا مثلا متطلبات التداول بيقول لك لو سمحت ما تبعتش الا لما ااكد عليك. يبقى انت بتخش انك انت تخش في شات بينك وبينه، بتقول له سلام عليكم، عامل ايه، احول ازاي، ابعت لك على ايه، بتتكلم معاه بيتناقش معاك. طبعا لازم أن يكون حاله المعلن نشط. بيقول لك كمان افراد فقط غير مقبول حساب الشركات. كل واحد بقى هنا بيحط الخطوات والحاجات اللي هو ايه المود اللي هو عايزها. كلمة حماية السحب 24 ساعة دي أساسي. لو ضغطنا عليها كده بيقول لك لتعزيز أمان الأموال لا يمكن سحب العملات الرقمية التي تم شراؤها عبر بي تو بي إلى خارج المنصة لمدة 24 ساعة. يعني إيه الكلام ده؟ لأن في ناس كتير بتسألني عليه. أنت لما تشتري مثلا الفلوس ما ينفعش تسحب الفلوس ديت من داخل باينانس توديها خارج باينانس على بي دوت بي مثلا إلا لما يعدي 24 ساعة. ده قانون وده اساس شركه باينانس، ده عشان خاطر حمايه لحضرتك. تمام كده، تمام كده. لمجرد وضع كلمه وضع طلب
بتدخل بعد كده على مرحله تانية انا مش هخشها طبعا، اسمها مرحله التحويل. بتلاقي هنا فوق كده حاجه اسمها الدردشه باللون الاصفر، تضغط عليها بيفتح لك شات بقى بينك وبين المحول اللي انت عايز تحول من عليه، او انت عايز تستلم منه الفلوس، وبتتكلم معاه بيبعت لك الرقم الفودافون كاش، تاخد الرقم تخش على فودافون كاش تعمل تحويل الفلوس اللي انت نفس المبلغ اللي انت كاتبه هنا ومسمع هنا، وبعد كده تاخد سكرين شوت تبعته له داخل الدردشه وتقول له تم التحويل، اتاكد وحرر لي العمله، وبتعمل تم تحويل المبلغ. تمام. بعد كده بيقول لك هو تم تحرير العمله، والموضوع كله بيخلص في اقل من ربع ساعه. طيب هنفترض دلوقتي انك انت خلاص اشتريت الفلوس والدولار بقى عندك في محفظتك بدون اي مشكله. هتسيبك بقى من منصه باينانس النهارده خلاص، او في اليوم اللي انت اشتريت فيه، لان احنا قلنا خلاص الفلوس دي مش هنعرف نطلعها بره المنصه الا بعد مرور 24 ساعه على دخولها داخل المنصه بتاعت باينانس. طيب في ال 24 ساعه دول احنا هنعمل ايه؟ احنا هنسجل حسابنا على ريدوت باي او موس والت او على الاثنين، ونأكتف الحسابات زي ما عملنا بالظبط في باينانس. هنعمل في ريدوت باي بالبطاقه الشخصيه او موس والت بالبطاقه الشخصيه. ايضا بمجرد ما تضغط على الرابط اللي سيبلك اسفل الفيديو في رابط التسجيل المباشر على منصه او فيزا ريدوت باي، هيطلع لحضرتك كده الواجهه اللي قدامك دي، بيقول لك يا سيدي ريجستر ناو تو جيت $5. ال $5 دي او ال $5 دي هديه عشان خاطر انت سجلت من حساب او من رابط الاحاله بتاعنا، فانت بتاخد الهديه ديت $5. بتكتب هنا ايميلك، تمام، وبتضغط على كلمه ايميلك طبعا الجيميل بتاعك كله، بتضغط على جيت $5. بعد كده بينقلك على خطوه التسجيل، انك انت خلاص سجلت في الحساب او عملت حساب على ريدوت باي، وبتدخل بقى رقم السيفي والكلام اللي احنا عارفينه اللي هو السهل ده. طيب بعد كده برضه بندخل على جوجل بلاي ونكتب هنا ريدوت باي. زي ما انتم شايفين ريدوت باي اهو، ده الحساب بتاع ريدوت باي. وبعد كده هتنزل تطبيق ريدوت باي، وبعد كده هتقول له اوبن. هنا هيفتح معاك التطبيق. قبل ما يفتح معاك طبعا هيطلب منك تسجيل الدخول بالجيميل اللي انت عملته في الاول، سجلت بيه في الاول، وبعد كده هيطلب منك الباسورد اللي انت انشأته برضه في الخطوه الاولانيه. اول حاجه هتعملها هتخش على الصفحه الشخصيه بتاعتك من هنا، ونفس الكلام بالظبط هنا هيقول لك الابروفد اللي هو عايزينك يعني تعمل تحقق من الهويه، هتضغط عليها وبعد كده ترفع البطاقه الشخصيه بتاعتك وش وظهر، وهتاخد صوره سيلفي، وهيتم توثيق الحساب في اقل من 5 دقائق. يبقى احنا كده عملنا اول خطوه. طبعا احنا هنا طبعا لما تدخل على كلمه كارت كده مش هتلاقي بقى الفيزا موجوده كده. تمام. طب ايه بقى اللي انا هعمله عشان خاطر احط فلوس في الفيزا؟ انت هتلاقي اول حاجه $5 امريكي جايين لك هنا، ولكن ال $5 دول ما ينفعش تشتري بيهم الفيزا، يعني ما ينفعش تحط عليهم 5 كمان وتشتري الفيزا، لا، انت هتشحن 10 وبعد كده هتشتري الفيزا، وهتلاقي ال5 موجوده تقدر تستخدمها في الشراء بالفيزا $5 دي. طب احنا عاوزين نحط فلوس، هنرجع بقى لمنصه باينانس، ولكن قبل ما ندخل في منصه باينانس لازم تنتظر 24 ساعه زي ما قلنا في البدايه. طيب على سبيل المثال احنا عدينا ال 24 ساعه وعايزين نحول فلوس على فيزا ريدوت باي من منصه باينانس اللي احنا اشتريناها بقى الدولار، هنعمل ايه؟ هنضغط هنا على كلمه ديبوزيت او ايداع. هتلاقي هنا USDT باللون الاخضر كده، هنضغط عليها بالشكل ده. هتلاقي هنا USDT اون شاين ديبوزيت، هنضغط عليها بالشكل ده. سيبك من الطرق التانية، الطريقه دي اسهل طريقه، واسمع مني وما تدورش ورايا. هتنزل هنا في الشبكه وهتلاقي كلمه ترون TRC20، هتضغط عليها بالشكل ده. هتلاقي هنا ظهر لك رابط اهو، عنوان دفع، هناخده كوبي. احنا قلنا ايه؟ احنا اخدنا عنوان الدفع بتاعنا على TRC20 اللي باللون الاخضر على النتورك او الشبكه، شبكه الترون TRC20. اتاكد كويس انك انت مختار الاختيارات ديت صح. تمام. اطلع بقى بره كده وخش على حسابك على باينانس. هنا هتعمل ايه بقى؟ هتضغط على كلمه الاصول، وهتضغط على كلمه سحب الاموال او كلمه سحب دي. هيقول لك هنا السحب وتداول B2B، هتقول له السحب.
هيقول لك هنا يو اس دي تي، لو ما لقيتهاش هنا زي دي هتبحث عنها هنا هيطلع لك يو اس دي تي. هيقول لك هنا الارسال عبر شبكه العملات الرقميه ولا بريد، قول له شبكه العملات الرقميه. في الخطوه دي انت مطلوب منك 3 حاجات فقط: العنوان اللي انت خدناه كوبي اهو لصق، الشبكه اللي احنا اخترناها تي ار سي 20 هتقول له هنا ترون تي ار سي 20 اهي ظهرت لك اهي، والمبلغ اللي هو الحد بتاع التحويل او مبلغ التحويل. وطبعا المبلغ الحد الادنى بيكون $10، ولكن بيكون في عمولة اسمها رسوم الشبكة وهي $1 امريكي على اي مبلغ تحويل حتى لو $1,000,000. هنا كاتب لك رسوم الشبكة 1، يبقى انت كده عاوز كام؟ انت عايز يوصلك 10 صافي، فهتكتب 11. شوف هنا تحت هنا قال لك ايه؟ يو اس دي تي 10 رسوم الشبكه 1. ممكن تلاقي رسوم الشبكه $1 او 61 سنت ايا كان يعني. تمام. بعد كده تضغط على كلمه سحب، بتمشي مع التعليمات اللي بعد كده ان هي التحقق من الهويه وتحط البصمه بتاعتك او الباسورد بتاع الموبايل، وبيقول لك تم السحب على المحفظه وانتظر الاموال توصلك على المحفظه بتاعتك. في خلال 5 دقايق الى 10 دقايق بالكتير قوي هتلاقي المحفظه بتاعتك سمعت السحب بتاعها على فيزا ريدوت باي بدون اي مشكله، ونزلت لك الفلوس على ريدوت باي. هنا هتلاقي معاك بالظبط $15 لو انت محول 10 وفي الحساب بتاع ريدوت باي 5. تمام. تمام جدا. هتعمل ايه الخطوه اللي بعد كده؟ بكل بساطه وبكل سهوله هتخش على كلمه كارت، هتلاقي هنا شراء كارت. تمام. هتضغط عليها يعني مثلا زي ده كده، هتلاقي الشكل اللي قدامك ده كده بالظبط. تمام. هنا فيرتوال كارت وهنا فيزيكال كارت. الفيزيكال كارت ام $100 احنا مش عاوزينها لانها اصلا ما بتوصلش مصر. احنا هنختار فيرتوال كارت وهنقول له ابلاي كارت. بالضغط على كلمه ابلاي كارت كده هيخصم $10 منك وهينزل لك الفيزا، وهتلاقي الشكل اتحول معاك بالشكل ده. وسيبك من الالوان والكلام ده، احنا هنا ممكن ايه نغير اللون ونخلي اللون زي ما احنا عاوزين، دي ما بتفرقش يعني. تمام. هي ديت كلام ايه شكليات. هنا بقى ظهر لك الفيزا اهو. لو عاوز تعمل فيو بتعمل فيو كده، بتحط البصمه بتاعتك او الباسورد بتاعك، بتلاقي الارقام بتاعت الفيزا زي ما انت شايف اهوت، وكل حاجه ظهرت لك في الفيزا من غير اي مشاكل، واصبحت جاهزه معاك للشراء من الانترنت بدون اي مشكله. ونفس الحساب اللي هو بيكون وهنا هو نفس الحساب اللي في الفيزا، مش محتاج تحول فلوس من المحفظة من بره الى داخل الفيزا. تمام. تمام جدا. هنا زي ما انتم شايفين طبعا شويه معاملات كده اهو، شغاله على امازون مصر وشغاله على وندر شيب. موقع وندر شيب في الموبا بتاع مونتاج، اشتريت بيه وجددت بيه الاشتراك. الفيزا شغاله زي الفل، وكمان بتقدر تربط الفيزا ديت على باي بال، دفع وتفعيل كلي بنسبه 100%. تمام. تمام جدا. المشكله بتاعت ريدوت باي زي ما قلت لك ما بتتربطش على جوجل بلاي المصري. خلصنا كده احنا من الفيزا رقم 1. وعلى شرط كمان انك انت لو معاك اي فلوس في الفيزا جات لك من باي بال عايز تعمل سحب، بتضغط على كلمه مور وبعد كده ويزدرو، وبعد كده بتقول له يو اس دي تي، وبتختار هنا برضو ترون تي ار سي 20، وبتختار هنا الشبكه بيطلب منك الادريس والايه والاماونت اللي انت بقى بتحطهم عنوان باينانس بتاعك في الديبوزيت. اللي هو ازاي؟ تعال مش هسيبك انا النهارده لحد ما افهمك كل الموضوع من الالف للياء، حتى لو الفيديو هيقعد ساعه. احنا هنا قلنا خلاص عملنا عمليه الايداع. طب انا جاي لي يا باشا فلوس من باي بال وعايز اسحبها على باينانس عشان خاطر ابيعها في السوق، بدل شراء اخلي بيع واعمل بيع. هضغط هنا على كلمه ايداع اهو، يو اس دي تي، الشبكه ترون تي ار سي 20. خلاص احنا حفظنا بقى الكلام ده. هتاخد عنوان الشبكه ده وتيجي بايع هنا قايل له عنوان الشبكه اهو. تمام. والفلوس اللي انا عايز احولها مثلا 50 او اي رقم بقى معاك، وبعد كده يا باشا بتقول له ويزدرو وبتحط البصمه، بيتم تحويل الفلوس. يبقى الموضوع عمليه عكسيه، اللي هنا بتعمله هنا واللي هنا بتعمله هنا من غير اي مشكله. طيب خلصنا من دي وبقينا زي الفل. لو انت بقى مش عايز فيزا ريدوت باي وعايز فيزا موس والت اللي بتتربط على متجر جوجل بلاي المصري، تعمل ايه؟ هتضغط ايضا على الرابط المباشر اللي سيبك اسفل الفيديو في طريقه او تسجيلك في فيزا موس والت، وهتلاقي معاك الصفحه اللي قدامك دي. ايضا بكل بساطه كده هتضغط على كلمه جيت ستارت، هتدخل هنا الايميل بتاعك والباسورد، وده طبعا رابط الاحاله بتاعنا هتسيبه زي ما هو، وهتقول له اجري وهتقول له ريجست ناو.
بعد كده خلاص انت هتطلع من الصفحه دي خالص، وهتيجي داخل ايضا على متجر جوجل بلاي وتيجي كاتب هنا موس والت. هتنزل كده هتلاقي كلمه موس والت اهي زي ما انتم شايفين كده، الشعار والتطبيق بتاعها. هتقول له ايضا تحميل، وبعد كده تيجي فاتح عامل اوبن. بمجرد ما تعمل اوبن هيفتح معاك الشاشه اللي قدامك دي. هيطلب منك طبعا تسجل دخولك بتاع الجيميل والباسورد اللي انت عملته في الصفحه الاولانيه او في الخطوه الاولانيه، وهتلاقي معاك الموضوع بالشكل ده نفس ما عملت بالظبط المره اللي فاتت. هتيجي داخل على كلمه بروفايل، هتلاقي هنا الفيريفاي دهوت، هتضغط على كلمه فيريفاي وبعد كده تعمل توثيق للهويه بتاعتك بالبطاقه الشخصيه وش وظهر وصوره سيلفي. اوعى تنسى الموضوع ده. طيب بعد كده نفس الفكره اللي احنا شرحناها بقى في موضوع التحويل الفلوس من فيزا او من باينانس الى فيزا ريدوت باي، هنعملها هنا بنفس الطريقه. هتضغط على كلمه ديبوزيت او ايداع، هتختار الشبكه تي ار سي 20 يو اس دي تي ترون تي ار سي 20. هيطلع لك هنا اهوت عنوان الدفع. مش هشرح بقى واكمل، هتيجي رايح على باينانس عامل نفس الكلام وتيجي محول ايضا 10 دولار، لان ايضا ال 5 دولار اللي هتنزل لك هديه هتكون صالحه للشراء فقط لا غير. بمجرد ما يوصلك هنا بقى الفلوس، انت هنا لازما تعمل حاجه اسمها شراء الكارت. هتخش على الكارت كده، طبعا انا شاري الكارت اهوت. انت هنا بقى هتلاقي كلمه اول كارت كده، هتلاقي الفيزيكال والفيرتوال تمام والال. طبعا احنا مالناش دعوه طبعا بالفيزيكال لان اسعارهم غاليه. انت هتسيبك من ده كله كده من الاخر، وهتيجي داخل هنا اهو على الفيرتوال كارت وتيجي نازل هتلاقي ماي كارت اللي هو هتلاقي جلوبال اي اي كارت تمام. هتخش عليه بالشكل ده وهتلاقي كلمه دفع، تيجي دافع وتيجي شاري الكارت اللي هو الجلوبال ماي كارت زي ما انتم شايفين كده تمام. طبعا انا شاريه، بس انت هتلاقيه هنا ظهر لك ان انت تشتري الكارت، فهتدفع وهتشتري الكارت. بعد كده لما تشتري الكارت انت هتلاقي مثلا لو انت عايز تحط فلوس تانية، مثلا على سبيل المثال معاك هنا اي رصيد عايز بقى تحوله داخل الكارت عشان خاطر يدفع. هنا بقى في حته او نقطه في ريدوت باي ما بتحولش الفلوس اللي على المحفظه داخل الكارت. طالما داخل المحفظه فهي اوريدي داخل الكارت بتاعك. انما موس والت الفلوس اللي بره على المحفظه كاتب لك هنا الوالت اهو، وكاتب لك هنا الكارت اهو زي ما انتم شايفين. الفلوس اللي في الوالت هي مختلفه عن الفلوس اللي في الكارت. يعني انا يبقى ممكن يكون عندي هنا 100 دولار، ولكن اللي في الكارت انا عامل بس توب اب ل 50 دولار في الكارت. بنعملها ازاي؟ بتخش على الكارت بتلاقي كلمه توب اب اهو، هنا بيقول لك البالانس بتاعك صفر. لو انت هنا معاك في الوالت باي هتلاقي مثلا 50 60 70 اي رقم، بتيجي كاتب هنا مبلغ وهيقول لك كارت جيت، هيكتب لك هنا الكارت جيت وهتقول له توب اب، هيتم التحويل زي ما انتم شايفين كده. انا محول اهوت مرتين قبل كده تمام بدون اي مشكله اهوت حولت تمام، والتحويل طبعا داخل الكارت ده بدون اي رسوم. طيب بعد كده طبعا لو نزلت بقى هنا هتلاقيني اهوت انا عامل شويه معاملات اهوت واشتغلت بالفعل على متجر جوجل بلاي المصري بدون اي مشكله. جوجل فيسبوك جددت بيها اشتراك جوجل فيسبوك، جوجل واتش ات اشتركت في واتش ات، جوجل وان اشتركت في جوجل وان اللي هي بتبقى 2 تيرا مساحه درايف يعني شهريا. كمان في ام بي سي جروب اشتركت فيه، كانت واتشت او حاجه زي كده او شاهد او حاجه زي كده يعني. المهم ان هي شغاله على متجر جوجل بلاي المصري باداء بنسبه 100% بدون اي مشكله، ما واجهتش فيها اي مشكله. يبقى احنا كده شرحنا كل شيء يخص الفيز الافتراضيه اللي انت محتاجها سواء موس والت او ريدوت باي. طبعا انا عارف ان الموضوع كبير على بعض الناس، وفي بعض الناس مش هتستوعب انا بقول ايه او بشرح ايه، عشان كده انا شرحت الموضوع بسلاسة وبطول وطولت فيه وشرحت كل حاجة بالتفصيل عشان خاطر انت كمستخدم مش فاهم حاجة لسه تكون من الفهيمة، عشان خاطر كده وتكون من عائلة الفهيمة، وانك انت تفهم كل حاجة من الالف الى الياء. لحد هنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. اي حد عنده سؤال او استفسار او اي حاجه مش فاهمها يبعت لي اسفل الفيديو في التعليقات. انا الحمد لله وبفضل الله برد على اكتر من 95% من التعليقات اللي بتجيلي.
واي حد عنده استفسار يسيبه لي وانا ارد عليه. وما تنساش لو انت وصلت لحد هنا طبعا يبقى انت من المتميزين. خليك من عائله الفهيمه واشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان خاطر يوصل لحضرتك اي فيديوهات جديده احنا بننزلها على القناه اول باول. اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي فيديو جديد.